السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم سريعا كده عن ماتش الهلال والشباب في قبل النهائي البطولة العربية. هنبدأ بنادي الهلال أو بمقارنة بسيطة كده في أكتر من حاجة. نادي الهلال أولا يا جماعة يمتلك وسط ملعب جبار، وسط ملعب قوي، وسط ملعب فعال، وحط تحت فعال ديت فعالية اللعيبة دي 100 خط. استقطبت لعيبة، سيبك من جاي منين، سيبك كان بيلعب فين، وسيبك واخد جايزة ايه. انت الهلال استقطب لعيبة وسط ملعب او مجموعة لعيبة اللي تم استقطابهم، فعاليتهم في الملعب والفايدة منهم فعالية ما شاء الله جبارة. اضف على ده التجانس، درجة التجانس اللي وصلت بينهم وبين اللعيبة اللي موجودين بالفعل اللي هم جايين عليهم. كان مالكون، سافيتش، ليفيز، اللعيبة دي تحس ان هي بتلعب في الهلال مع المجموعة بقالهم موسمين او ده موسم التاني على الاقل. في تجانس وتفاهم. طبعا ده وراه عمل جبار من المدرب ومن الادارة على العمل النفسي وعلى العمل الفني وعلى العمل التكتيكي وعلى العمل راحة اللعيب بره الملعب وداخل الملعب، فيها تفاصيل كتير. نيجي على بالإضافة إلى جودة أو كواليتي اللعيبة السعوديين المحليين الموجودين في الهلال، بداية من سالم الدوسري وده هنتكلم عليه لوحده دلوقتي، من تحته ياسر الشهراني أو البريك لما بينزل بديل، والمعيوف، علي البليهي، محمد كنو، سعيد المولد. جودة اللعيبة السعوديين اللي موجودين في الهلال بالإضافة للمجموعة الجديدة اللي تم استقطابها في توليفة جميلة، في توليفة تعمل فارق، في توليفة ترعب، في توليفة تخوف، تحس ان هم بيلعبوا مع بعض من سنين. وزي ما قلت حتة الفاعلية ان هم يفيدوا الفريق ويصنعوا فارق في العمل الفردي وفي العمل الجماعي. نيجي لاسلوب اللعب او خروج الكورة من خلف الامام من نادي الهلال. طبعا من ناحية الاطراف سواء الشهراني او سعيد المولد بتطلع الكورة تترمى على قدام او تاخد يعمل دبل باص في عمق الملعب، لكن الخروج اللي واضح قوي ان الكرة من عمق الملعب وتتلعب باص طويل مستقيم على مالكم او سافيتش اللي نازل من نص الملعب، وبعدين يوزع اللعب على اليمين او على الشمال، تتجمع اللعب في اتجاه وتتعمل عرضية في ظهر المدافع او الباك العكسي للفريق المنافس، يكمل فيها اي حد من المهاجمين اللي موجودين في المتمركزين في المجموعة دي، طبعا بالاتفاق. مالكم في العمق، سالم الدوسري بره، او العكس من الناحيه التانيه ميشائيل او اللي مكمل من الوسط، او في الكرات الثابته لو محمد كان بطوله وبالجامب بتاعه بالهيدر زي ما جاب الهدف الاول بخطأ واضح من بوزيشن او تمركز رياض شراحيلي رقم 26 في نادي الشباب. في لحظه لعب الكوره تصرف غريب جدا، ساب محمد كنو وخد خطوتين لعمق الملعب للداخل، مع ان كان فيه في المكان اللي هو رايحه لو قلنا بيغطي المساحه الخاليه كان في واقف متمركز فيها مدافع من نادي الشباب. فنيجي لطريقة اللعب، الهلال بيجمع لعب في ناحية ويعمل عرضية على القائم العكسي في ناحية تانية، بيكون طبعا ده مش عشوائي، ده متدربين عليه ومتفقين عليه وعارفين نطلع الكرة ازاي. طبعا الهلال بدأ الماتش ببريس وضغط عالي على دفاع الشباب وغلطوا اكتر من مرة، وكان يجب على دفاع الشباب انه ما يحضرش من تحت طالما في ضغط، يتقدم الباكين ويتقدم المساكين ويفضي مساحة للحارس يقدر يلعب الباص طويل على الجناب، او يسقط حد من وسط الملعب من المساكين او بنيجا او كويلار ياخد الكورة ويطلع الفرقة من تحت لقدام. فجاء نيجي لاسلوب لعب الشباب. طبعا لعب الشباب مع كامل احترام الشباب فريق كبير وتاريخ كبير، لكن بنتكلم فنيا القماشة او الجودة او الماتيريال بتاع لعيبة الشباب اقل في مسافة باستثناء بنيجا وكويلار، الاتنين فارقين عن باقي لعيبة الشباب مع كامل احترامي. طبعا اسلوب الشباب بيلعب في بداية الماتش كان واقف متمركز دفاعيا لحد الطرد، اتحول او اتحرر بسبب تراجع الهلال او انتظار الهلال في نص ملعبه بعد طرد عبد الله المعيوف، وبدأ الهلال الشباب يطلع من منطقة التمركز الدفاعي ويتقدم. فبس كان في مشكلة في الفينش بتاع الهجمة، يعني طريقة اللعب ان انا الكرة توصل بنيجا يرميها على الهاف اليمين او الشمال، واكتر شيء كانت اليمين، معرفش كانت على عدلته ولا هم متفقين عليها، وتتلعب عرضية على هتان بهبري في عمق الملعب، وطبعا مفيش تواجد لهتان او اي لاعب في الشباب بيفنش هجمة صح. كرة بتتلعب من بنيجا على الطرف
وبعدين تتلعب عرضية، مفيش حد زيادة عددية للعيبة الهلال. حتى لو وصلت لعيبة الشباب مفيش تحرك، مفيش فكرة او مفيش تفاهم او مفيش فنت، او مفيش انا الكرة هتوصلنا انا هعمل عرضية على القريبة في ظهر المدافعين او على البعيدة لبره شوية فانت هتكمل. مفيش شكل او مفيش مقدرة ان هم يأدوا زي ما قلت بسبب فرق القماشة. مع كامل احترامي انا بتكلم فني، مع كامل احترام للفريق. نيجي الهدف زي ما قلت لكم في سوء تمركز من شراحيلي. محمد كانوا بطوله حط الكوره. الهدف لو تلاحظوا نفس الفكره اللي اتعملت في ماتش الاتحاد، والهدف الثاني اللي اتلعب من سعيد المولد لمالكم نفس الفكره، اللي هي التجميع على الجنب وتتلعب هيدر يخش يكمل فيه. فدي فكره او الفينش بتاع الهلال. طبعا ناهيك عن ان في مشاكل عامل ازعاج في سالم الدوسري، دماغه عالية في الملعب فعامل فارق لما الكرة بتوصل على الأطراف. فأنت هنا ضمنت في أداء الهلال الهجومي إن في تنوع، بالإضافة إن تحتهم نص ملعب قوي قادر يطلع الكورة، وفي ميزة كبيرة إن هو بيعمل بريس بواحد واتنين على اللي معاه الكورة. فلعيبة الهلال أول ما بيفقدوا الكورة بياخدوها بسرعة، وده مخلي الفرقة والخصم المقابل مش قادر يتصرف في الكورة وإنه يعمل نقلات كتير. نيجي لسالم الدوسري. سالم الدوسري يا جماعة أنا وجهة نظري الشخصية أفضل طرف هجومي في الكرة السعودية في الفترة الأخيرة. استقطب كما تشاء، استثمر كما تشاء، اعمل تعاقدات مع أسامي كبيرة كما تشاء. وجهة نظري سيظل سالم الدوسري رقم واحد، أو نتحرك من تصدر القايمة 2 فافضل طرف سعودي. طبعا هو رقم واحد الفتره اللي جايه، لكن احنا بنقول لو في استقطابات اعلى، يعني مثلا لو الاتحاد خلص في محمد صلاح، لو الحسابات هتختلف شويه، بس هننتظر ونشوف المردود. لان طبعا في موجود ساديو ماني، بس ساديو ماني لما شفته في الماتش الاخير في قبل النهائي مع الفريق العراقي، ساديو ماني اداني انطباع كده. طبعا ده اسوأ شوط لساديو ماني انا شفته على الاطلاق. اداني انطباع ان احنا يعني قلق ان احنا مثلا في انتظار احمد موسى جديد، لكن طبعا الحكم بدري قوي. لكن اداني انطباع ان الدوافع والنفسيه والرغبه والميول والامور الكتيره دي ممكن تكون مش مظبطه. احمد موسى كان جاي للنصر وهو واخد الدوري الانجليزي مع ليستر، كان من افضل لعيبه في الدوري الانجليزي ان لم يكن في العالم يعني. لكن لا نستبق الاحداث ونتمنى ان نظرتنا تخيب. سالم الدوسري جاهزية، ثبات على المستوى، تطور، عقلية، نضج، هدوء، متعة في جمالية في اللعب، من الحاجات اللي احنا ما عدناش بنشوفها. اللعب الكرة الصريح ده، ولا هو بقى فيه فنيات، بقى فيه تصويب من بره، بقى فيه خلق مساحة للمنافس، جماعي، فردي، كل شيء ما شاء الله. حاجة سالم الدوسري انا كنت اتمنى ان هو يحترف. سالم الدوسري لو احترف من بدري، طبعا دلوقتي 31 سنة والدافع والرغبة وكده ما عادش، كان احترف من بدري كان هيدي فكرة جيدة عن اللاعب السعودي المحترف، وخاصة واللاعب العربي، وخاصة ان هو يمتلك كل الامكانيات اللي يعني كان نفسي اشوفه مثلا في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي، في الدوري الالماني. لعيب على مستوى عالي، لعيب من خامة نادرة. سالم الدوسري اسطاني، استقطب كما تشاء. سيظل سالم الدوسري من افضل اللعيبه او الهافات الهجوميه اللي موجوده في الكره السعوديه على الاطلاق. في نقطه عايز اعلق عليها، نقطه الطرد. لما المردود او رد الفعل الراقي الناضج من طرد المعيوف، محدش يتكلم. طرد ده لو في دوريات تانية وفي أندية تانية كان الماتش وقف لحد ما البلد كلها جت تتصرف مع الحكم، والدكة نزلت الملعب، وخدنا 10-15 ساعة وقت ضايع، وكان الأمر مخلوص. لكن معيوف ما تكلمش. ياسر الشهراني بيقول له ليه؟ يعني بيعاتبه انك اتصرفت كده، كان ممكن نعوض، حتى لو جت جون كان ممكن نلحق نغطي ونجيب جون واتنين تلاتة زي ما حصل. الدكة محدش قام، الجهاز الفني جهز البديل بسرعة. النقطة دي يا جماعة يعني ممكن عدت كده، لكن فرحتني ان احنا وصلنا لدرجة نضج ورقي ورد فعل وتفاهم للقرارات، صح او غلط، ونعترضش في الفاضي عمال وبطال وهي ومش عارف ايه. فدي نقطة انا شايفها النقطة المضيئة في الماتش من وجهة نظري. طبعا احنا في انتظار نهائي ممتع قوي شيق بين النصر وبين الهلال.
استمتعوا بالتعليق، بالتصوير، بالنجوم، بالإخراج، بالإنتاج، بكل شيء، بأرضية الملعب، بالمدرجات، بالجمهور. استمتعوا بنهائي البطولة العربية في السعودية. شكرا، ونشوفكم على خير.